يا رب يجعل يومكم كله هنا وسعد، ويا رب يتهنوا بحاجتهم. علمي ابنك انه من البر انه يرتب سريره، ولو جاب حاجة من الدولاب ما يكركبهوش، ولو لقى حاجة واقعة على الارض يشيلها ويحطها مكانها، ويعلق هدومه على الشماعة، ولو هو جعان يغرف لنفسه الاكل ومينفخش فيه، ويسمي قبل ما يبدأ الاكل، ويحمد ربنا بعد ما يخلص اكل، ويشرب بس من غير صوت، ويغطي الاكل لو لقاه مكشوف، ويطفي نور الاوضة لو هو مش عاوزه، ويبقى قد المسؤولية. يعني ممكن ان هو يروح لحد باب الشقة يتأكد ان الباب مقفول كويس. وساعة الصلاة لازم نعلمه ان هو يقوم ياخد اهل البيت كلهم ويصلي بيهم، يكون هو الامام، يقولها تعالي يا اختي، تعالي يا امي، يلا نقوم نصلي، ويبقى هو الامام بتاعهم، ويبقى هو اللي بيدعي لهم وهم يقوموا وراه، ويصلوا في كل وقت. هيحبوا بعض ويحسوا ببعض. لو ابنك بره ومعاه مفتاح الشقة ما ينفعش يفتح بالمفتاح على طول، لازم يرن مرة واتنين، بعدين يستأذن ويفتح بالمفتاح، ويدخل ويسلم على أهل البيت وهم يردوا السلام وراه، ويدخل وهو مبتسم، ويدخل وهو محترم، ويقول لها يا ماما ممكن آكل. لو هو داخل تعبان فعلا هي تقوم تغرف له، لو هو داخل كويس مجرد ان هو عاوز ياكل ممكن ان هو يدخل المطبخ ويغرف لنفسه، ويطلع من المطبخ ويشكرها. لازم اعلم ابني ان هو لو مدد رجله على الكنبه وفي حد كبير معدي انزل رجلي، ما ينفعش ان انا احط رجلي كده قدامه، وما ينفعش ان انا كل شويه اهزر، وما ينفعش ان انا اكون جد على طول. لازم الجد جد والهزار هزار. ابني لازم يتعلم ان انا لو رنيت على موبايله في اي وقت لازم يرد عليا مهما كان الوقت اللي هو فيه، مهما كان الظرف اللي هو فيه، لازم يرد عليا علشان اطمن عليه. ابني لازم يتعلم ان هو ما يعارضش امه ابدا ولا يكسر بقرارها. اي كلمة هي تقولها لازم يعرف ان هي صح. هو ممكن يتفاهم معاها وممكن يقول رأيه وهي تقول رأيها، وفي الاخر لازم نتفق. ما ينفعش ان هو يصمم على اللي هو بيقوله، لازم يعرف ان كلامها هو اللي صح، لازم يعرف ان هي احساسها هو اللي صح، علشان ما يضيعش شخصيتها، وعلشان يعمل لها الف حساب، وعلشان في الاخر يعرف ان مهما كان لازم القرار يكون بينها وبينه. ابني لازم اعلمه ان هو ما يكونش ضعيف، لو في موقف حس ان هو ضعيف لازم ان هو يتعلم منه، لازم ان هو ما يقلدهوش، لازم ان هو ما يعملش زي ما التاني عمل. لازم اقوله ان انت ابن اصول بتتعامل معاه بطريقتك انت. لازم اقوله ان ربنا سبحانه وتعالى حابب يسلط عليه هو اللي زيه علشان يرد لك مظلمتك، وان هو يرجع لك كل حقك. ابني لازم اصاحبه من اول يوم ما اتولد، لازم اتكلم معاه، لازم افهمه ويفهمني. ما ينفعش لما يكبر اقول ده هيبقى صاحبي، ما لازم هو صغير يتعلم ده. في يوم من الايام هو هينفعني زي ما انا نفعته. لازم ان احنا نكمل بعض انا وهو. ما ينفعش لما يكبر اقوله يا ابني اعمل واعمل واعمل. لازم ان هو صغير يكون عارف كل حاجة. لازم اعلمه يعني ايه صلاة، يعني ايه صوم، يعني ايه احترام بنات، يعني ايه احترام اخته، يعني ايه احترام الحياة نفسها، يعني احترام اللقمة، احترام النعمة. لازم اعلمه يعني ايه القرش اللي في ايدك ده ينفعك لبكرة. لازم يتعلم كل حاجة. لازم اعلم ابني لو هو مخنوق اقول له انزل اشتغل، لو انت تعبان انزل اشتغل، لو ما معكش فلوس اشتغل. الشغل هو الحاجة الوحيدة اللي هتشغلك عن نفسك وعن غيرك. الاب والام ما ينفعش ان هما يعصوا ربنا ابدا. لازم يعرفوا ان كل حاجة بيعملوها عيالهم بيتعلموها منهم. لازم اوريهم يعني ايه صلاة، يعني ايه الصيام، يعني ايه الزكاة، يعني ايه الخير. كل حاجة انا بعملها هو لازم يعملها ورايا. لازم افكر في عيالي، لان الاب العاصي عياله بتبهدله الايام. سيدنا عبد الله بن مسعود كان بيجي يصلي بالليل متاخر من كتر الشغل والتعب اللي هو فيه. كان بيدخل ويصلي وكانت رجله بتوجعه من كتر الصلاه. كان بيبص لابنه وهو طفل صغير ويقول له انا بصلي يا ابني من اجلك. وكان دايما يقرا وكان ابوهما صالحا، علشان ربنا يكرمهم، وعلشان من بعده يسيب ذريه صالحه، وعلشان ربنا يحفظهم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. لازم نعمل الخير واحنا عايشين علشان لما نمشي هما يقدروا يقفوا على رجليهم من بعدين. هو الزرعة اللي هنتحسب عليها، هو الزرعة اللي هننزلها تشتغل وتكافح وتنجح في حياتها وتاخد كل الخير اللي احنا عملناه ليها. ابني لو نزل للحياة العملية معنى كده ان هو كبر؟ لا، انا لازم برضو اعلمه. لازم اعلمه ان هو يعرف معنى القرش، لازم اعلمه ان هو يوفر كويس، لازم اعلمه ان هو ما يمسكش ايده قوي، ولا ان هو يمد ايده، ولا يخلي ايده سايبة.
الحياة العملية تقريبا بره صعبة شوية، لكن احنا لو علمناهم اصول الحياة بره ممكن ان هو يكتسب مننا شوية خبرة. لازم نعلمه ان انت لو هتفتح مشروع لازم تكون عامله دراسة كويس جدا. ابني لازم يعرف ان ربنا سبحانه وتعالى قال ادعوني استجب لكم، ادعيله هو اللي هييسر لك كل امورك. لازم اعلم ابني ان الخطوة الجديدة اللي هو هيعملها لازم يكون مسدد الدين اللي قبليها علشان ما يكونش عليه ديون ابدا. احلى حاجة اتعلمتها واعلمها لابني ان انا لو عايزة اكلم ربنا سبحانه وتعالى اصلي وادعيله، لكن لو عاوز ان ربنا سبحانه وتعالى هو اللي يكلمني اقرا واسمع القرآن. عيالنا نعمة، حياتنا نعمة، نحافظ عليها ونخلي بالنا عليها. مش معنى ان الأوضة هنا متبهدلة هو اللي بهدلها، الأوضة دي انا اللي كنت عمالة بهدلها من الصبح واسويها وارجعها مكانها تاني. هو منظم طبعا، انا بس بحاول ان انا اشرح لكم الوضع كان عامل ازاي، او احنا بنتضايق لما عيالنا يسيبوها بالطريقة دي. احنا مش عايزين عيالنا يوصلوها للطريقة دي ابدا. هنا لو لاحظنا ان انا اللي شلتها وانا اللي حطيتها، انا اللي عاملاها كده، او بمعنى اصح انا اللي بشرح لكم بس علشان بيضايقنا لما عيالنا يبهدلوها. فنحاول ان احنا منخليهمش يبهدلوها ابدا، نحاول ان هم يكونوا منظمين في حياتهم، نحاول ان هم يكونوا على قد المسؤولية فعلا. عمرها ما هتوصل للمرحلة دي وحياتهم كلها هتكون احسن من كده. طول ما هو منظم جوه بيته هيكون منظم في حياته كلها، طول ما هو بيسعد نفسه جوه اوضته هيسعد نفسه بره قدام الناس دي كلها. هو لازم يفهم ان صحتك وصحته هي واحد الاتنين. انت تخلي بالك على نفسك وهو يخلي باله عليكي، والعكس، انت تخلي بالك عليه وهو يخلي باله عليكي. فلا يمكن هو يوصلها للمرحلة دي. اهم حاجة يكون فاهمها بس وهو صغير مش وهو كبير، يكون فاهم ان الحاجات دي كلها بفلوس، الحاجات دي بالتعب، الحاجات دي بالشقة، الحاجات دي لازم احافظ عليها، الحاجات دي لازم اعرف قيمتها، الحاجات دي لو مش موجودة في حياتي كل الامكانيات اللي في الاوضة دي ما كانش يبقى انا هو انا. ما كنتش ان انا ابقى عندي وعندي وعندي، يبقى لازم احافظ عليها واخلي بالي عليها علشان بابا وماما جايبينها بتمن غالي، بابا وماما عاملين لي الاوضة دي عشان ابقى مبسوط مش عشان ابهدلها. استمتع واتبسط بس رجع كل حاجة تاني لمكانها. اعمل كل اللي نفسك فيه وانت في اوضتك، بس قبل ما تطلع منها او قبل ما تنام تكون احسن اوضة في الدنيا، تكون مظبطها ومروقة. الام لما بتعمل لك حاجة تبقى هي اللي مبسوطة وهي اللي فرحانة ونفسها ان انت تدخل من بره تقول لها يا سلام على الجمال، او حتى لو ما قلتهاش بلسانك تبقى عيونك كلها بتقولها. فهي بتعمل الحاجة وهي مبسوطة، مش معنى كده ان انا بهدلها لها او اخليها تتعب معايا، او ان انا اخرج واتفسح وارجع الاقيها هي اللي تعبانة وشقيانة عشان توضبها لي. انا اللي لازم اوضبها. يا رب يجعل يومكم كله هنا وسعادة.